السلام عليكم. فيديو جديد ويوم جديد في يوميات وفاء ودينا. هنعمل ايه؟ هعمل مكرونه بشاميل. اهي المكرونه يا جماعه. بحب اجيب المكرونه الصغيره دي للبشاميل بالذات. شايفينها؟ ما بجيبش المكرونه يعني الاقلام الكبيره، لا، بقول له انا عايزه الصغيره دي اهي. فانا هبدا بايه دلوقتي؟ مش هعصج اللحمه، لا، هبدأ بسلق المكرونة. ليه هبدأ بسلق المكرونة؟ هتشوفوا دلوقتي انا هبدأ بسلق المكرونة ليه وهعمل ايه. المكرونة البشاميل اهيت، وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. رجعت لكم تاني اهو. مش هبدأ بقى ولا بشاميل لسه، ولا هعمل اللحمة. بدأت بسلق ايه؟ المكرونة. فايه هتعرفوا بقى انا ليه بدأت بسلق المكرونة دلوقتي اهو. اول حاجة عملتها، ما عملتش العصاج، اللحمة المفرومة، ما عملتش البشاميل بتاع المكرونة لسه. مستنية اما اسلق المكرونة. خليكم معايا وهتعرفوا ان سلقت في الاول خالص المكرونة ليه. رجعت لكم تاني. انا سلقت المكرونة. خدت ايه من المكرونة؟ خدت مج اهو من المية بتاعت المكرونة. بصوا اهو، مج اهو سخن اهو، شايفين؟ ده باخد مج من المية السلق بتاعت المكرونة. طبعا هي المكرونة طبيعي من الشيا بتعمل مية نشا، بتطلع بتنزل كل النشا اللي فيها. فانا باخد منها مج اهو. ده بحطه على اللبن. انا بعملها ما بحمرش الدقيق بالسمنة، لا، انا بعملها باردة ازاي؟ اهو الدقيق، اهو اللبن، اهي المية بتاعت السليق. انا بحط الدقيق كده على طول هنا في الحله اهو. هنا هحط الاول اهو المج بتاع الميه. ثانيه واحده خليكم معايا اهو. المج اهو بحطه على اللبن. بحط المج على اللبن. انا لو انا عندي جبنه مثلثات، الجبنه النستون دي يا جماعه، انا بحط منها مكعبين برضو، بس انا مش موجود عندي دلوقتي. بصيت في التلاجة مفيش عندي. لو عندك حطي مكعبين 2 هتحطيهم معاها برضو، بتسيح بتديها طعم جميل قوي. اهو الدقيق، اللبن، حطيت عليه مج ميه من الميه السلق بتاعت المكرونه. عشان كده بدأت بالمكرونه الاول. انتوا عارفين ان البشاميل اللي بياخد فتره عقبال ما بيبرد لحد ما بنضيف عليه اللبن. انا بخلصه كده. هحطه دلوقتي الدقيق على اللبن على الميه. تحطي الدقيق بقى، مش هقولك كام معلقه، لا، بتحبي الصوص كتير، البشاميل كتير بتاعت المكرونه البشاميل، هتزودي دقيق زي ما انت عايزه اهو. احنا هنا انا عن نفسي بعمله يعني كتير، بحب البشاميل تبقى كتير بتاعته. فانت تحطي زي ما انت عايزه دقيق، مش هحمره خالص. انا هحطه اهوت على اللبن والميه بتاعت السليق اهو. لسه ما عملتش اللحمه خالص اهي جنبي اهي. ما بدأتش الا بالبشاميل اهو. البشاميل ده كان اول حاجه انا بعمله. بقلبه انا كده، هحطه على النار وبتنيني واقفه معاه وانا بقلب فيه كده، ما بسيبوش خالص لحد ما ياخد السمك اللي انا عايزاه. وبطفي عليه، بحط له معلقه سمنه بلدي، وبحط بقى شويه ملح، شويه ملح، شويه فلفل اسمر. وبخلي الفلفل الاسمر خلي بالكم مع البيض لما باجي اضيف عليه البيض خالص اهو. فولا عندي البشاميل الجاهزه ولا حاجه، انا عاملاه كده باللبن والدقيق والميه السلق بتاعت المكرونه. فخليكم معانا اما اكمل معاكم وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهو. البشاميل انا خلصته، حطيت عليه مكعب او مكعبين مرق الدجاج، حطيت عليه
اهو. اما شلته من على النار السمنه اهي، معلقه سمنه بلدي اهو اهو. انتي بقى عايزه تحطي اي انواع جبنه براحتك. انا يا جماعه كنت بحب الجبنه المثلثات دي بصراحه، فيها اللي انتي عايزاه، كل انواع الجبنه اهو. انتي ليكي مزاج. انا بصوا انا عامله البشاميل كتير اهو، لان بنحب البشاميل اللي بيبقى كتير في المكرونه، في قلب المكرونه اهو وعلى الوش. بصوا ما حطيتش طبعا ولا حمرت الدقيق ولا حاجه خالص اهو. بحط انا معلقه السمنه لما بشيلها من على النار تتدوب فيها، بقلبها كويس فيها وبعدين هغطيها، لان انا لسه اول ما بدات بالبشاميل، لسه هعصج او سلقت المكرونه. اول ما بدات سلقت المكرونه عشان اخد منها مج ميه للبشاميل. وكده البشاميل اللي انا عملته انا هقلبه كويس، بدخل في قلبي معلقه السمنه اللي انا حطيتها وهغطيه بقى واركنه. بغطيه ليه؟ علشان من الطبقه بتاعته ما تعملش طبقه من على الوش تلاقيها مشققه او ناشفه، فبخليه زي ما هو كده. هغطيه دلوقتي وهعمل ايه بعد كده؟ هعمل اللحمه، فخليكم معايا. رجعت لكم يا جماعه تاني اهو. انا بعمل البصل في الكبه اهو. هنعمل البصل خالص. انا مش عايزه احمر البصل، عايزه ادي صدمه للحمه على النار الاول في الطاسه لحد ما تقفل المسام بتاعتها خالص، وبعد كده هحط البصل. فانا بعمل اهو البصل اهو بنعمه. فهشوف انا هعمل ايه. هحمر البصل؟ مش هحمره، ممكن اصفره حاجه بسيطه خالص، اتبله بس كده واضيف عليه اللحمه. فخليكم معايا اما اشوف هعمل ايه. رجعت لكم تاني. اللحمه انا اديتها صدمه. انا بصوا ما قلبتش الحاجه، مستنيه اوريها لكم. حطيت زعتر، شويه زعتر، حطيت فلفل اسمر، حطيت ما حطيتش حبهان خالص فيها اهو. حطيت الورق اللوري. بشرت، كان عندي جوز الطيب، بشرت منها جزء بالمبشره على اللحمه اهو. دي تبشريها لو عندك زي دي كده صحيحه، هتبشريها بالمبشره اهي فوق اللحمه كده، بتدي ريحه مع الزعتر والبهارات دي تحفه جميله جدا اهو. زي ما انتم شايفين دي ما فيهاش، ما حطيتلهاش حاجه خالص. انا سخنت الطاسه اهو، وحطيت بقى الحاجه اللي انا حبيت اوريها لكم دي اهو. العطر مع الفلفل الاسمر ريحته جميله جدا. انا كل ده لسه ما حطيتش البصل اهو. بصوا سامعين صوت اللحمه؟ في ناس بقى بتسبك قوطه، شويه قوطه كده حلوين مسبكين وتحطهم مع اللحمه المفرومه والبصل، تبقى اللحمه المكرونه البشاميل اللي متسبكه فيها لحمه والقوطه متسبكه في قلبها. انا ما بعملهاش بصراحه كده خالص، رغم ان بيبقى طعمها جميل. يعني انا دقتها، اختي ما بتعملهاش بصراحه الا كده، لازم تسبك قوطه وتحطها مع اللحمه المفرومه والبصل. لا انا ممكن اقطع قطايه، ارمي فلفل واحطها، لكن ان انا اسبك واعمل زي مثلا، بس طعمها برضو يا جماعه تحفه، بس حسب ما انت خدتي. لا احنا هنا بيحبوا المكرونه البشاميل كده، يعني ممكن بالكتير قوي ان انا اقطع قطايه وارمي فلفل واحطها طعم بيها بس، لكن اسبك لها واحط لها لا، ما عملتهاش بصراحه قبل كده، لان هنا ما بيحبوهاش ان انت تدخلي فيها قوطه متسبكه لا.
بيحبوا البشاميل، المكرونه البشاميل تبقى كده اهو. بصوا صوت اللحمه، بصوا عامل ازاي اهو. انا كده هضيف بقى عليها البصل اهو. استنوني هرجع لكم تاني اهو. رجعت لكم تاني. انا حطيت البصل اهو دلوقتي على اللحمه مع البهارات اهو، وسايباهم ياخدوا ويدوا مع بعض. ما حطيتش قوطه، ما حطيتش قوطايه، ما حطيتش قرن فلفل، ما حطيتش حاجه خالص. انا ممكن احط دلوقتي حاجه واحده، ايه هي؟ احط معلقه من من ايه، من الثوم عليها. اقعد اقلب بقى بعضيها كده اهو. عندي الخلطة اللي دينا عاملة الفلفل الأخضر مع الفلفل الأحمر مع الثوم، هي ممكن أحط عليها معلقة برضه بتدي ريحة حلوة، لكن أحط قوطة لأ. زي ما قلت لكم بتبقى جميلة قوي بالقوطة المسبكة لما تحطيها عليها كده. هي بيحطوا القوطة متسبكة، بيكونوا مسبكينها بيحطوها كده زي ما أنا قلت لكم. أنا دقتها فعلا جميلة. كانت أختي بتعملها كده، وبنتي برضو بتعملها برضو بنفس الطريقة دي بالقوطة المسبكة، رغم ان ولادها لما بيجوا عندي لا تيتا اعملي المكرونة البشاميل كده زي ما انت ما بتعمليها، مش زي ما امهم بتعملها، لا بيحبوها برضو كده اهو. فانا كل اللي هحطه دلوقتي ممكن احط معلقة صغيرة خالص توم اللي دينا عاملاه، عليه فلفل احمر، عليه فلفل اخضر، بس مش هزود طبعا عشان ما تبقاش حراقه، عشان لو الاولاد بياكلوا فيها يعرفوا ياكلوا اهو. اخليكم معايا كده. خلاص رصينا المكرونه، حطينا طبقه بشاميل من تحت، وبعد كده حطينا على الاول المكرونه كل التوابل اللي عندنا، بصل بودر، توم بودر، ملح وفلفل وشويه كمون وشويه بهارات، وقلبناهم. وبعد كده حطينا عليهم كبشتين بشاميل وقلبناهم، وحطينا في الصاج طبقة بشاميل، وبعد كده حطينا المكرونة، وبعد كده حطينا اللحمة، بعد كده حطينا مكرونة، وبعد كده حطينا البشاميل. في بقى عايزة تحطي، وحطينا بيضة في قلب البشاميل. ممكن تحطي جبنة، اي جبنة تحبيها كده على الوش برضو بتديها، بتبقى جميلة. سيبوا بقى المكرونة اللي جاية دي عليا انا، هوريكم بقى انا بعملها ازاي. دي بقى على طريقة الحاجة وفاء. هنشوف بقى الطريقه بتاعتي بقى بالجبنه وايه، وهظبطها وبرضه هنزلها لكم واوريها لكم. يلا بقى نحطه في الفرن. هحطه الاول في الفرن من تحت، ممكن ياخد له 10 دقايق، وبعد كده برفعه على الشوايه. كل حاجه عندي مستويه، انا بس عايزاها ايه، ياخد لون. يلا تعالوا نحطه ونشوف هيطلع ازاي معانا، خليكم معايا. وكده كنا طلعت الصاج من الفرن، حطيته شويه تحت، وبعد كده طلعته فوق على الشوايه وقطعته اهو منه حته اهي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات وفاء ودينا. اشوفكوا الفيديو اللي جاي على خير، مع السلامه.